وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قهوة بهدوء ووصفة من القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن أصدقائي؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم حبيت أني بلش معكم بداية جديدة بالفيديوهات اللي كنت عم أقدمها سابقا. بداية أنه نعمل قهوة مع بعض وأحكي بصوتي كمان، إن شاء الله يا رب أنه يكون خفيفة على مسامعكم، وكون إن شاء الله أني فيدكم أكتر. حبيت انه نبلش قعدتنا مثل ما قلت لكم سوا بفنجان القهوة. احكوا لي انتو كيف تحبوا تشربوا القهوة، بسكر الا بلا سكر؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات، رح انبسط كتير. خليني احكي شوي عن الوصفة اللي هي وصفة حلويات كيك البرتقال. كونه هلأ موسم البرتقال لازم نستغله ونعمل أطيب كيكة برتقال. وللصراحة هاي أول مرة أنا بجربها، والحمد لله كنت كتير رضيانة عن النتيجة. رح أحكي لكم عن الطريقة بكل يعني كيف بيقولوها، يعني بالتفصيل الممل لحتى تطلع ناجحة معكم إن شاء الله، وتكون نتيجة مرضية من أول مرة تساووها. من غير ما أطول عليكم، خلونا نبلش بالوصفة ونقول بسم الله. بالبداية عندي هون 3 حبات من البيض، يفضل يكونوا بحياة الغرفة لحتى يعني نضمن إنه الطريقة تطلع ناجحة معنا. وأنا صراحة حبيت أجرب معكم طريقة إنه نفصل البياض والصفار لحال. هي أول مرة بجربها، وبيقولوا إنه طريقة ناجحة وبتعطي هيك يعني طراوة للعجينة أكتر، وتخلي هيك الكيك فلافي أكتر وأكتر. والله حبيت إني أجربها وأقولكن كيف طلعت. هلأ بقى بنيجي لحتى نخفق الصفار لحال. لحتى نخفق الصفار لازم نحط عليه ظرف الفانيليا، يعني هو ما يقارب معلقة كبيرة من الفانيليا. وكمان رح احط عليهم معلقتين من الخل الابيض. ما في يعني فيكم تحطوا خل ابيض، خل تفاح ما بيأثر، المتوفر عندكم حطوا. هو بس لحتى يعطي طراوة للكيك بس، مو اكتر. وبنفس الوقت كمان منشان الزنخة. وكمان رح نضيف السكر هون رح نضيف السكر بالتدريج. لهي الكمية احتجت تقريبا شي 1.5 كاسة سكر. ممكن هلأ تقولولي انه السكر كتير. حابة احكي لكم شغلة ملاحظة هي بالنسبة لعمل كيك البرتقال. اذا كان عندكم البرتقال حامض ما تفكروا تعملوه ابدا، ما رح ينجح ان شاء الله. اذا بتحطوا عليه 10 كاسات سكر ما رح تنجح، لانه نكهة الحموضة رح تضل موجودة. يفضل انه يكون عصير البرتقال يعني مائل للحلاوة اكثر من الحموضة، تطلع معكم هون كتير طيبة. أنا احتجت هون 1.5 كاسة، لأنه بصراحة يعني عيلتي بيحبوا شوي الكيك الحلاوة تبعيتها ظاهرة. أي والله. المهم وكمان احتجت كاسة إلا ربع من الزيت النباتي. وكمان في شغلة إضافة كتير بتعطي طراوة للكيك، بتخليه حرفيا ما شاء الله تازة تاني يوم، يعني تاني يوم تاكلوه كأنه تازة هلأ عاملينه، يلي هو اللبن الزبادي. أنا ضفت له هون ما يقارب المعلقتين كبار من الزبادي، كمان بحرارة الغرفة. وكمان ضفت برش حبة برتقال كبيرة، ونص حبة ليمونة كمان برش. الفكرة من إضافة هدول الشغلات لحتى نعزز النكهة فقط، يعني مو إنه مشان إنه زنخة أو شي، لا، لأنه حطينا الخل وهي يعني ما بقى في داعي، بس لحتى إنه نعزز من نكهة الكيك. هلا بقى بنيجي لنخفق البياض. الخفق البياض هو يفضل المضرب الكهربائي. بيخلي البياض ينفش أكتر، يصير فعلا ما شاء الله مثل الكريمة ومثل الغيوم. بس أنا ما عندي، بس حبيت جرب معكم إنه مثلا إذا ما عنا يعني مضرب كهربائي فينا نستخدم الخلاط. طبعا فينا نستخدم الخلاط، ما رح ناخد نفس النتيجة، لكن يعني بتعطينا هاي الرغوة اللي بتخلي الكيك هيك مليان فقاعات. أه هلا أحيانا بقولوا إنه لما يكون فيه فقاعات كتيرة الكيك ما بينجح، بيخفص ما بينفش. هي كيف مثلا بتصير هاي الشغلة؟ بتصير لما بيكون
بعد ما نضيف الطحين آخر شي بتشوفوا الكيك، يعني خليط الكيك مائل لسائل أكتر، يعني إنه مانو هيك متماسك. إيه هون يعني بضمن لكم إنه الكيك رح يخفص، ما رح ينفش أبدا. فنحن لما منضيف هالمكونات كلياتها وشفنا إنه قوام الكيك كريمي وسميك شوي، هون الفقاعات هي يعني بتفيده وما بتأذيه أبدا. بالنسبة للطحين هون خلينا نحكي شوي عن الطحين. أنا تقريبا هاي الكمية ضفت لها كاستين وكاستين ونص من الطحين، وانتو حسب يعني الطحين كل شخص وحسب الطحين اللي عنده ممكن انه تحتاجوا اكتر ممكن تحتاجوا اقل. انتو هلأ مثلا بتشوفوا يعني كيف قوامه. هلأ انا بفرجيكم اخر الفيديو لما بضيفه على القالب كيف لازم يكون قوامه، هيك لازم تعملوا. وكمان ضفت له ظرف البيكنج باودر يلي هو ما يقارب المعلقة كبيرة. وكمان شغلة يا صبايا، يفضل انه ما نبالغ كتير بالخلط لانه منطلع كل الهواء اللي فيه، ونحن ما بدنا نفرغ كل الهواء اللي فيه. هلا ممكن انتوا على الفيديو تشوفوا انه انا عم بأسرع، يعني انه بحرك بسرعة بس بسبب انه بسرع الفيديو، ولا هو لازم انه وقت بنحط الطحين يعني بس تحريكة خفيفة انه يدوب الطحين مع الخليط السائل فقط لا غير. وكمان حسب نوع الطحين انه لازم يتنخل. هلا انا الطحين عم بستخدمه يعني ما شاء الله كتير قوامه ناعم ما بده تنخيل، فانه مناسب يعني مباشرة اني اضيفه على الخليط السائل واحركه كله مع بعض. وهلأ هون ما بعرف إذا باين عليكم بس ما شاء الله الفقاعات اللي فيه حرفيا يا جماعة، وأنا عم بحرك فيه الفقاعات هيك الخليط يعني عم بتكاثف وعم يطلع. فإنه فكرة إنه نفصل الصفار والبياض لحال يعني فكرة ناجحة، وإنه دائما إن شاء الله رح ضل أعتمدها بكل الكيكات اللي بدي ساويها. لعمل هذا الكيك بنحتاج قالب كيك آه، حسب انتو قديش عندكم يعني الحجم. الكمية أنا اللي عملتها كانت شوي كتير على هذا القالب. أنا اللي عندي مقاسه 22، القطر تبعه 22 سنتي. لدهن هذا القالب احتجت ما يعادل معلقة صغيرة من السمنة أو الزبدة أو الزيت، انتو المتوفر عندكم يعني حطوه وعملوا، ما تتقيدوا أبدا بهذا الشي. اي والله. وكمان احتجت لمعلقة من الطحين لحتى نغلف كل الكيك عفوا لغلف كل قالب الكيك، يعني لنضمن انه ما يلزق. بالاخص نوعية هذا النوع اللي بسموه ألمنيوم هيك شي. هذا النوع يعني قابل على انه الكيك يلزق، عرفتوا كيف؟ طلعوا كيف القوام عم ينزل، يعني ما شاء الله القوام لا سميك سميك ولا نمريء، يعني قوام ممتاز. فجربوا الطريقة مثل ما هي وإن شاء الله رح تنبسطوا كتير كتير بالنتائج، بالأخص للصبايا اللي هلأ ما بيعرفوا يعملوا حلويات. المهم بندقه دقتين 3 لحتى نفرغ منه الهواء الزيادة. يا سلام، هون طلعت معنا النتيجة النهائية ما شاء الله ما شاء الله، ما في أوصف لكم الريحة قديشها طيبة وشهية. كتير كتير طيبة. وهيك رشة أشياء ما لها داعي. هو سكر باودر فيكم ما تضيفوا، بس أنا حبيت ضيفه هيك لمسة صغيرة من عندي. هي هيك الصورة عن قرب عم فرجيكم الارتفاع، مع انه والله للصراحة انا استعجلت شوية عليه وفتحت الفرن قبل الوقت المحدد و... نسيت لكم على الفرن. الفرن لازم يكون بدرجة درجة الحرارة 180 محمى مسبقا. إذا كان الفرن تبعكم غاز يفضل تكون حرارته وسط، ما تكون كتير عالية. إذا كان حامي كتير الفرن نزلوه لتحت الوسط. أما إذا كان كهرباء 180 ممتاز، شغلوه من فوق ومن تحت وكل أموركم تمام إن شاء الله. تقريبا بياخد يعني من 50 ل55 حسب كل فرنه، يعني كل واحد وفرنه. وهون حبيت أختتم معكم نهاية الفيديو بكاسة شاي. طبعا الشاي بلا سكر لأنه الكيك مليان سكر. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وإن شاء الله تكونوا حبيتوها. وآسفة إذا هيك أزعجتكم بكلامي. بتمنى هيك دعم خفيف منكم لحتى هيك إنه تشجع أكتر نزللكم شغلات كتيرة. وإن شاء الله الفيديوهات الجاية رح تعجبكم كتير كتير، رح يكون في معلومات كتيرة بخصوص الجمال، بخصوص الصحة، بخصوص الرياضة، بخصوص الأكلات والوصفات والحلويات. ولهون بيكون نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وبأمان الله.